السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وحلقة جديدة من حلقات قناتكم إن شاء الله. خير البداية بالصلاة على النبي، ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في البداية كده أتمنى من الكل اللي هيشوف الفيديو إنه يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم إن شاء الله إشعارات بالفيديوهات اللي بننزلها أول بأول بإذن الله. استكمالا بقى للعشوائيه اللي بتدار بها منظومه اتحاد الكره او الكره في مصر عموما. تابعنا امبارح طبعا قرار الاقاله الغير موفق من اتحاد الكره امبارح عن طريق او على لسان رئيس اتحاد الكره الاستاذ جمال علام في احدى البرامج التلفزيونيه امبارح. اقاله ايهاب جلال هي قصه احنا مختلفين مع اسلوب او طريقه الاقاله، ولكن هي الاقاله شيء حتمي لصالح ايهاب جلال ولصالح الكره المصريه. يعني ايهاب جلال حتى من صالحه انه يتم ابعاده عن المنتخب في الوقت ده، لان المرحله دي مش مرحله ايهاب جلال خالص. لكن امبارح ان يتم اقاله ايهاب جلال بالشكل دوت وهو في الطياره زي ما بيقولوا، والفريق هيلعب مباراه وديه مهمه مع فريق زي بحجم كوريا الجنوبيه، فريق قوي. يعني ازاي القرار كان غريب؟ كنت ممكن كاتحاد كوره تستنى او تعلن عن القرار دوت في اجتماعك يوم الخميس لما الفرقه ترجع والمنتخب يرجع من كوريا، او كنت تعلن عنه بمجرد العوده من ماتش اثيوبيا. لكن الفرقه رجعت من ماتش اثيوبيا وقعدت في القاهره هنا تقريبا يوم، وبعد كده سافروا على كوريا ويتم اعلان الاقاله وهو في الطياره. طبعا كان شيء غريب وشيء عجيب جدا الصراحه. يعني اقل حاجه اللعيبه دي ازاي هتتعامل مع مدرب هي عارفه ان هو كده كده المباراه دي اخر مباراه ليه وهيرحل من تدريب المنتخب؟ فكان شيء غريب، وطبعا ده استكمالا لقراراتهم الغير موفقه في الفتره الاخيره الصراحه. وبعد ما تم اقاله الكابتن ايهاب جلال الساعه 10 بالليل تقريبا، جه الساعه 1 بالليل اتحاد الكره او مصدر في اتحاد الكره نفى خبر الاقاله، زي ما يقول ايه، احنا بقينا محتارين بقى، طب مصدق مين؟ طيب هو الكابتن ايهاب جلال تم اقالته ولا لا؟ هو طبعا تم اقالته، ولكن انت قلت تم اقالته بعد كده جيت نفيت الخبر. فحاجه برضو يا جماعه، الكره المصريه او اتحاد الكره بيدار بشكل فيه تخبط وعشوائيه بشكل كبير جدا جدا جدا. وزي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده، المشكله في المنتخب مش مشكله مدرب بس، دي مشكله مسؤولين قائمين على اداره الكره في مصر. انت النهارده جبت الكابتن ايهاب جلال اقلته وصدرت كده راسه بالبلدي للراي العام المصري عشان انت تحافظ على مكانك وعلى الكرسي بتاعك. ولكن برضو من واقع الامر، يعني لو هنمشي بقى بمبدا الاصلاح، لو انت عايز فعلا اصلاح اتحاد الكره، انت كمان كمجلس اداره اتحاد الكره بالكامل لابد من رحيلكم، لابد من انتوا كنتوا لازم تستقيلوا او كانت يتم اقالتكم. ده المفروض. لو هنتكلم لصالح الكره المصريه، الكره المصريه لازم يتم ادارتها عن طريق اشخاص او مسؤولين هم متمرسين في الكره. النهارده في مثل كده بلدي بيقول ادي العيش لخبازه ولو كان نص، مش عارف بيقولوها كده ولا بيقولوها ازاي. انت النهارده تقريبا ما فيش حد في مجلس اتحاد الكره كله هم لعيبه كوره او يفهموا في الكوره غير حازم امام ومحمد بركات، وباقي الاشخاص ما لهمش علاقه بكره القدم لا من قريب ولا من بعيد. فبرضو المفروض استكمالا لاجراءات تطوير الكره او صالح الكره المصريه ان يتم رحيل مجلس اداره الكره المصريه الموجود حاليا. وتابعنا برضو اللي حصل امبارح في الاجتماع اللي هو اخر اجتماع تم في اتحاد الكره، والاجتماع الوهمي او المحضر الوهمي اللي حاول جمال علام ان هو يطرحوا على اعضاء مجلس الاداره ويكون بتاريخ سابق زي ما شفنا امبارح، والاعلاميين كلهم قالوا تابعنا امبارح الخبر دوت. ودي كارثه ان انت جبت محضر وهمي بتاريخ سابق عشان تحسن صورتك او تشيل من عليك اللوم او المسؤوليه في موضوع خطاب الكاف بتاع ملعب نهائي دوري ابطال افريقيا. بصراحه امبارح الكابتن محمود الخطيب في المؤتمر اللي عمله بصراحه خلاهم يخبطوا كلهم في بعضيهم. خلى امبارح كل المسؤولين في اتحاد الكره سواء الحاليين المسؤولين عن الواقعه دي او السابقين كمان يخبطوا في بعض. فحاجه مش ممكن، حاجه اللي حصل امبارح في اتحاد الكره دوت كارثه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، كارثه كارثه. طبعا في اعضاء كتير محترمين في اتحاد الكره طبعا رفضوا الامر شكلا وموضوعا، رفضوا القصه تماما وقالوا ما ينفعش. فاللي بيحصل في اتحاد الكره والشكل اللي بيدار بيه الكره المصريه كارثه بكل ما تحمله الكلمه بالمعنى.
ولازم اتحاد الكره دوت لازم لو هنتكلم زي ما قلت لصالح الكره المصريه وللصالح العام للمنتخب الفتره اللي جايه، لازم يكون من ضمن القرارات هو رحيل اتحاد الكره. تابعنا برضو كيروش تم التواصل معاه من اتحاد الكره على مدار الساعات اللي فاتت، وكيروش قالها كده صريحه: مش هرجع ادرب منتخب مصر في ظل مجلس الاداره الحالي. والتصريح دوت بيؤكد لي انا شخصيا ان كيروش ده راجل بيفهم، والله العظيم راجل بيفهم ان هو رفض تدريب منتخب مصر في ظل وجود المجلس الحالي. قال لا، طول ما المجلس ده موجود انا مش هرجع ادرب منتخب مصر. فحاجه غريبه طبعا. استكمالا برضو لقرارات اتحاد الكره، وقرار من القرارات الكويسه، زي ما بنقول الوحش برضو بنقول القرارات الكويسه، وهو انهم قرروا الاستغناء عن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه تحكيم الاحتواء وروح البروتوكول، وقالوا ان هم هيستعينوا بخبير تحكيم اجنبي ان هو يدير لجنه التحكيم في الاتحاد المصري. ودي خطوه محترمه جدا 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 من ضمن خطوات تطوير الكره المصريه. وشفنا دول كتير في المنطقه بتاعتنا عملت كده، وشفنا دلوقتي الدوريات بتاعتهم بقت منظرها عامل ازاي ومستوى حكامهم بقى عامل ازاي. برضو من الناس لو هنتكلم على الشخصيات اللي لازم نلجأ لها او لازم يعني نبص لها بعين الاعتبار انهم يكونوا موجودين على الاقل بخبراتهم في اداره الكره المصريه، واحد زي المهندس محمود طاهر، واحد زي الكابتن خالد بيومي، ناس قيمه وقامه وفاهمين. يعني واحد بتتكلم محمود طاهر راجل قيمه اداريه جباره، والكابتن خالد بيومي راجل فاهم كوره وراجل عنده استراتيجيه وعنده اسلوب وراجل مهذب وراجل محترم وراجل يستحق انه يكون موجود في مكانه او في مكانه ما متعلقه باداره الكره المصريه. هو وغيره كتير، هو بصراحه وغيره كتير من الشخصيات الموجوده على الساحه دلوقتي. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا تابعناها واتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، وهو ان الجلسه اللي جمعت بيتسو موسيماني بالكابتن محمود الخطيب وياسين منصور رئيس لجنه او رئيس شركه كره القدم بالنادي الاهلي، ان هم اتفقوا على زي ما قلنا امبارح، اتفقوا على تعيين مدرب مساعد او مدرب عام في جهاز موسيماني، وهو استقروا على اسم الكابتن رضا شحاته، وبرضو اختيار كويس واختيار محترم. وكمان تم تعيين زي ما قلنا انيس الشعلالي المعد البدني المعروف اللي كان موجود قبل كده في جهاز النادي الاهلي، وكان اشتغل مع حسام البدري في منتخب مصر، واشتغل في بيراميدز برضو قبل كده معد بدني محترم. واحتفظوا بكابيلو رانجوجا، قالوا مش هيرحل، قالوا هيبقى موجود برضو، ولكن هيتم التدعيم في الجهاز البدني للاهلي بمعد بدني بحجم انيس الشعلالي، وده برضو كان من القرارات المحترمه. وكمان التكلفه او المقابل المادي بتاعهم هتتحمله اداره الاهلي، لان زي ما احنا عارفين ان المقابل المادي اللي بيتقاضاه موسيماني شهريا هو خاص بموسيماني ومحلل الاداء الجنوب افريقي اللي معاه، وكمان كابيلو رانجوجا اللي هو محلل او المعد البدني بتاع الفريق. دي كده حلقه النهارده، يا رب تكون حلقه خفيفه على حضراتكم. ناقشنا كده نقاط او الاحداث الاخيره اللي طرت على الساحه الرياضيه المصريه. نتمنى ان شاء الله التوفيق لصالح الكره المصريه ولصالح منتخب مصر باذن الله فيما هو قادم، ونتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه باذن الرحمن. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات وحلقات تانية جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.